لو بتقابلك مشكلة في عمايل العيش الفينو بيهبط منك في الفرن، مش بتعرفي تظبطي العجينة، بيطلع معاكي مكتوم ومش هش، بيدخل معاكي الفرن كده تبصي تلاقي الرغيف معاكي عوج وبقى شكله غريب. كل دي مشاكل ممكن تقابلنا في عمايل العيش الفينو، بالرغم من بساطة الوصفة او تبان انها بسيطة، ولكن في ملاحظات مهمة جدا جدا. تابع معايا الفيديو للآخر علشان كل حل المشاكل دي هتلاقيه عندي ان شاء الله في الفيديو. بالنسبة بقى للمكونات، بنحتاج لعجينة العيش الفينو دقيق قوي يكون له عرق شديد، دقيق مخبوزات، وعندي كمان باكت من الحليب البودر وزنه 25 جرام. هنحتاج كمان حليب سائل، وهنحتاج مية. المية والحليب السائل لو احنا في الصيف يبقوا ساقعين شوية، لو احنا في الشتاء بيبقوا دافيين زي دمع العين. بنحتاج كمان بيضتين، وعندي كمان خميرة فورية، وبنحتاج سكر أبيض حبيبات، وكمان زبدة وملح. وانا هسيب لك كل المكونات يعني كل المقادير بالجرامات وبالكوبايه في صندوق الوصف، وكمان كل الملاحظات المهمه ضروري تبصي عليها قبل ما تبداي في الوصفه. هنبدا في الوصفه بتاعتنا. بسم الله. نزلنا بالسوائل الحليب والميه، ونزلت عليهم بالسكر، وهنزل عليهم كمان بالخميره. ننزل بالحليب البودر ونبتدي نكسر البيضتين فوقيهم، ونقلب الخليط ده كله مع بعضه لحد كده ما السكر يدوب والمكونات كلها تختلط مع بعض. هسيب الخليط بتاعي دوت 10 دقايق كده، بس الخميرة بتاعتي تشتغل واطمن انها شغالة. بعد مرور 10 دقايق فتحت على الخليط بتاعي، لقيت الخميرة عملت رغاوي كده من فوق، معنى كده ان الخميرة بتاعتي كويسة وخلاص اطمن واشتغل في الوصفة بتاعتي على طول. هنزل دلوقتي بالدقيق على دفعتين، يعني هقسم الدقيق على نصين. ده النص الاولاني هبتدي كده اخلطه مع السوائل. في المرحلة دي بقى ببتدي اضيف الملح واضيف النص التاني من الدقيق. هخلط المكونات مع بعض لحد لما الدقيق يختفي تماما والسوائل تتشرب كل كمية الدقيق اللي عندي. في المرحلة دي بقى لو هنعجن على ايدينا، بناخد العجينة بتاعتنا بشكلها ده بعد ما دخلت كل الدقيق، بنروح بيها على سطح العمل وبنبتدي بقى نخدم العجينة بتاعتنا كويس جدا. لو تلاحظوا انا لسه ما ضفتش الزبدة، ولكن انا النهاردة هعجن في العجان، فانا اخدت العجينة بتاعتي على الستاند ميكسر او العجان، وهبتدي اعجنها لمدة 5 دقايق لحد لما تتكون معايا عجينة بالشكل ده. في المرحلة دي ببتدي اضيف الزبدة، وهبتدي اشغل العجان بتاعي مرة تانية لمدة 5 دقايق كمان، يعني توتال مدة العجن على العجان من 10 ل 12 دقيقة لحد لما تطلع معايا العجينة مخدومة بالشكل اللي انت شايفاه دوت. عجينة متماسكة بتلزق تلزيقة خفيفة في الايد. ببتدي كده باخدها على سطح العمل رشة من الدقيق، وببتدي كده اظبط العجينة بتاعتي. انا في كل الفيديوهات المعجنات بتاعتي يا جماعة بقول ما بتل... يعني الناس المفروض ما تلتزمش بكمية السوائل، لان انواع الدقيق بتختلف. بقولك دايما بصي على قوام العجينه. زي ما انت شايفه كده العجينه بتاعتي متماسكه جدا، وده القوام المظبوط لعجينه العيش الفينو. وعايزه اقول كمان ضروري ضروري كمان نستخدم دقيق مخبوزات. لو استخدمت دقيق قوي ان شاء الله ان شاء الله كميه السوائل اللي هتستخدميها هتبقى نفس كميه السوائل بتاعتي. هنبتدي بقى نجيب البوله بتاعتنا ندهنها بشويه من الزيت، وهنزل في العجينه بالعجينه بتاعتي في البوله، وهغطيها وهسيبها 30 دقيقة فقط، مش أكتر من كده. أنا مش عايزاها تخمر وتعلى وتتضاعف والكلام دوت، لا أنا عايزاها بس مجرد راحة، يعني 30 دقيقة أو نص تخمير. خلاص. ده بعد مرور 30 دقيقة شكل العجينة بتاعتي. هبتدي كده أهبط منها أي هواء. أنا مش عايزة أي هواء يبقى موجود في العجينة بتاعتي، ضروري جدا نهبط الهواء في العجينة. هبتدي بقى أقسمها لنصين علشان أعرف أقسمها لكرات. قسمتها لنصين، كل نص هقسمه كورة، وكل كورة هقسمها 8 أرغفة. وزن الرغيف عندي كان 95 جرام. انت بقى عايزة تكبريه عن كده تصغريه، عندك من 80 جرام لحد 110 جرام للرغيف، كله هيبقى حجمه كويس. بس انا الرغيف عندي كان حوالي 95 جرام. هبتدي اقسم كل كورة كده ل8 اقسام متساوية، ويا ريت يعني لو عندك ميزان اوزني علشان كلهم يطلعوا قد بعض يبقى شكلهم حلو كده ومتجانس. هبتدي اخد كل قطعة
من القطع اللي انا قسمتها كده واكورها بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هكور انا كل الكور مع نفسي ال16 كوره، تمام، وهرجع لكم. وادي الكور بتاعتي بعد ما خلصتها كلها. ده شكلها. هبتدي بقى اغطيها، وانا طول ما انا شغاله في العجينه يا جماعه وبكور لازم نغطيها علشان ما تنشفش، وخصوصا لو في عندي وانا شغاله في المكان في مروحه او في تيار هواء بينشف العجينه معايا، فضروري ضروري تكون متغطيه. هبتدي بقى اخد اول كوره، نبتدي مرحله التشكيل. ببتدي ابطط الكوره كده بايدي وبالنشابه كده ابتدي افردها. طبعا سطح الكوره الاملس بيبقى من تحت علشان هو السطح اللي بيبقى لبره، تمام، اما السطح التاني بيبقى لجوه. ببتدي كده ابططها او افردها كده بالنشابه. ولو تلاحظوا كده الجزء ده بيبقى اعرض شويه من الجزء اللي بنبتدي بيه اللفه بتاعتنا. ببتدي كده اعرضه، وببتدي كده اعمل الحركه دي علشان يلزق معايا بسهوله بعد ما الفه. نبتدي نلف الرغيف بتاعنا كده ونلف على الضيق يا جماعه، نبتدي نلف على الضيق خالص، وبنشكل زي ما انتم شايفين كده. انا ليه كده يعني بعرض الجزء اللي من الاخير دوت علشان ما اضطرش اقفل الجوانب بالشكل ده. انا مش هضطر اقفل الجوانب. العجينه بيبقى شكلها كده، واقفل كويس جدا 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 من تحت. دي حركه ضروريه جدا عشان ما يفكش معايا لا في التخمير ولا اثناء الخبز في الفرن، لدرجه ان انت ممكن تبلي صبعك كده بشويه ميه وتقفلي على الجزء ده كويس جدا وتاكدي عليه. بعد ما قفلت الجزء اللي من تحت دوت تبتدي تبرمي كده الرغيف بتاعك من النص لبره، من النص لبره لحد لما تجيبي الطول اللي انت عاوزاه. طوله بيبقى حوالي يعني حوالي 20 سنتي تقريبا. ده شكله. هبتدي كده احطه على صاج التخمير، وهبتدي اعمل واحده معاكم تانية كمان نفس الشكل اهو علشان تشوفوا التشكيل معايا. وباكد على التشكيل يا جماعه، التشكيل مهم جدا جدا جدا، لان لو احنا ما شكلناش صح شكل الرغيف من جوه مش بيطلع مظبوط. نحاول واحنا بنبرم الرغيف ان ضغط ايدينا الاتنين يكون متساوي على الناحيتين علشان ما يطلعش معايا جزء تخين وجزء رفيع. والجزء اللي انا قفلت عليه دوت لازم يبقى لما بنحطه على الصاج الجزء دوت اللي احنا مقفلينه بيبقى من تحت زي ما انتم شايفين كده. لما بنحط على الصاج يا جماعه ضروري نسيب مسافات بين كل رغيف والتاني، اولا عشان هو بيخمر وحجمه بيزيد، ثانيا علشان لما ندخله الفرن ياخد تسويه متساويه من الجوانب. ده كان شكله. وعملت كمان صاج تاني انا صغير بس ما صورتوش. في المرحله دي بقى دي عندي ميه، دي الميه دي انا لو عندك بخاخ ميه رشي عليه بختين كده ميه قبل التخمير، تمام. لو ما عندكيش زي حالاتي كده انا بليت فرشه واديته ايه وش فرشه بالميه، تمام. سبته كده يخمر. التخمير التاني اخد معايا حوالي ساعة ونص يا جماعة، ساعة ونص بالظبط اخد معايا التخمير وانا بخمر في غرفة بيبقى فيها مكيف على حرارة 24. بعد ما العيش بيخمر ببتدي كده ادهن الوش بتاعه بحليب. عايزة تدهني بحليب وصفار بيضة براحتك، عايزة تدهني بحليب بس براحتك، عايزة تدهني بمية كمان براحتك. طبعا الفرن بتاعتي شغال على حرارة 190، تمام. بخبز على الرف الاوسط، ويبقى عندي الصاجة بتاعة الفرن سخنة من تحت. اول ما بدخل العيش بجيب مية سخنة بتغلي وبدلقها كده في الصاجة بتاعة الفرن من تحت علشان تديني بخار. ده ضروري جدا جدا يا جماعة. مدة الخبز بتبقى من 20 ل25 دقيقة على حسب سماكة الصاج اللي انت بتخبزي عليه. عايزه اقول لكم كمان نسيت حاجه، ان الكرات لما بنسيبها ترتاح حوالي 20 دقيقه. ده شكل العيش بتاعي بعد ما بيطلع. بغطيه بفوطه كده عشان بكتم البخار عشان يفضل طري معايا.
وده كان شكله احلى وصفه للعيش الفينو، ممكن تجربوها ان شاء الله يا رب. لما تجربوها تعجبكم جدا. عايزه اوريكم العيش من جوه شكله عامل ازاي، شكله رهيب، الوصفه تحفه. جربوها ان شاء الله هتدعوا لي. احلى 100 مره من اي وصفه في المخابز بره، بيبقوا حاطين محسنات وحاجات غريبه. دي حاجه انت عاملاها في البيت مضمونه وهشه، وحاجه في منتهى الجمال. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد